الله الرحمن الرحيم. طبعا كثيرا ما نسمع من الرافضة يقولون أن عمر بن الخطاب كان جبان. نقول لهم شنو دليلكم على أنه كان جبانا؟ شو يقولون؟ يقولون كان في الحروب في الصفوف الخلفية ولم يقتل في الحروب مشركا أو كافرا واحدا أبدا، حتى مشرك ما قاتل. هكذا يقولون الرافضة، هكذا يتهمون عمر بن الخطاب الذي كانت تفر منه الشياطين. اليوم أنا جبت لكم بالأدلة والبراهين من كتب الشيعة وأهل السنة والجماعة قائمة كاملة بالأدلة والبراهين وبأسماء المشركين والكافرين الذين قتلهم عمر بن الخطاب في الحروب. شوف القائمة، هاي قائمة هاي مال علي بن أبي طالب، وين القائمة مال عمر بن الخطاب؟ قائمة، هاي قائمة شوية بس نظارات نظر ضعيف. طبعا تشوفون ورقة صغيرة إلا أنها ممتلئة بأسماء الكافرين والمشركين الذين قتلهم عمر بن الخطاب. شوية ما جاي تبين. طبعا هاي المكبرة مو شنو هي؟ هذه المكبرة كافرة أخفت فضائل عمر بن الخطاب. هذه المكبرة استيراد الصين، اللعنة على الصين الكافرة التي أخفت فضائل عمر بن الخطاب. هذه الورقة كلها ممتلئة، صدقوني ممتلئة بأسماء الكافرين والمشركين الذين قتلهم عمر بن الخطاب في الحروب.